عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم جدا وشاغل كل مربي حمام واللي بيربي طيور عامة. انت طبعا بتروح تشتري الكلفة او تشتري العلف ايا كان، مثلا للفراخ ولا حاجة من المحل عادي. فانت ممكن حضرتك تشوف الشكارة مثلا اللي انت مثلا هتاخدها، او مثلا تقول له مثلا حط لي مثلا 5 كيلو 10 كيلو في شكارة بتاعت المصنع نفسه. فحضرتك انت هتشوف ارقام التليفون وتتصل بيهم تبع المحافظة بتاعتك او قريبة منك، وتشوف المكان فين، وهتبقى اوفر ليك بكتير جدا. يعني دلوقتي المحلات كلها بتبيع باسعار متفاوتة. يعني مثلا عندك القمح مثلا بيبدأ من اول 6 6 ونص من عند اي محل، وانت طالع بقى 7 ونص 7. فطبعا ارقام متفاوته وما نعرفش يعني حتى يعني تحديد الاسعار والكلام ده. فحضرتك انت ممكن تاخد الشكاره وفيها اسم الشركه، لو كانت مثلا الشكاره عجباك فيها القمح نضيف، فيها الذره كويسه، الكلفه كويسه، الحاجات دي تاخد الرقم التليفون وتتصل بيهم وتتواصل معاهم وتشوف المندوب هيوصلها لك بكام. او انت مثلا لو في نفس المحافظه ممكن تتعب نفسك وتشتريها، تروح المصنع وتشتريها، افضل لك واحسن واوفر بكتير. دي وجهة نظري بصراحة. فيعني ممكن تكون يعني ممكن تعجبك او ممكن ما تعجبكش براحتك. فانت بتقول يعني مثلا هشتري 3 كيلو ولا 4 كيلو، طب ما تخليهم عندك. جيب مثلا الشكارة عندهم مثلا 25 كيلو، في 50، في 75. واصحاب المزارع واصحاب المحل اللي هي المحلات الكبيره قوي الكلام ده كله. بس كنت انت مثلا تاجر ولا حاجه بتاع اعلاف وحاجات زي كده، انت ممكن تشتري منهم بكميه اكبر، وهينزلوا لك مثلا بثمن اقل شويه. طيب في حاجه تانية انا عايزه اقول لك عليها. بالنسبه مثلا تاكيل الزغاليل، اللي هو بقى السريلاك المشهور جدا جدا بين الناس، وانت تقولي مثلا ايه احنا بناكل الحمام سريلاك اللي هو الصغير، الزغاليل لسه لبه. السريلاك دوت عباره عن ايه؟ عن رز مطحون فقط. الرز المطحون دوت مسمن وكويس وحلو، واحنا عايزين ايه غير كده؟ عايزين ان الحاجه تبقى سمينه وكويسه كبيره، يعني مربيه لحمه وكده. طب احنا بقى ممكن ان احنا نفنن او نبتكر حاجات كويسه جدا، ونشوف الحاجات اللي هي المهمه قوي اللي بتساعد على التسمين للزغاليل وتخليهم يكبروا بسرعه. احنا بقى هنضيف مثلا، احنا هنجيب رز مطحون مثلا قيمه مثلا كوبايه المعيار، وكوبايه زيها قمح، قمح يكون نضيف. بتطحنهم سوا مع بعضيهم وتخلطهم مع بعض. ده الاساسي بتاعهم. لو انت عايز تزود عندك فول مطحون وتطحنه، يبقى خير وبركه كويس جدا وبقى ممتاز ممتاز جدا. بتطحنهم الثلاثه دول مع بعض، هتخلي الحمام بصراحه في منتهى الجمال. هتبص تلاقي ان هم يعني اكلوا الزغاليل بتاعتهم بطريقه كويسه جدا. في الحاله ديت انت ممكن تعمل ايه بقى في موسم الشتاء؟ ممكن حضرتك ان انت تحضن 3 بيضات 4 بيضات. هدول طبعا هاكلهم ازاي ولا هعمل ايه؟ لو انت فعلا اتعلمت تاكل الزغاليل كويس، اللي هي اللبه، فتره اللبه، ان انت تساعد مع الاهالي. ازاي؟ ان انت تجيب السرنجه الصغيره ديت اللي هي بتاعه الانسولين وتقطعها، تقطع السن بتاعها وتدي للي هم الصغيرين دول بتوع اللبه، وتحط لهم المكونات ديت. عايز بقى انت تبتكر اكتر، ممكن تحط كيس لبن نيدو او اللبن اللي هو المجفف معاه. بقى مش عندك ممكن تستعين مثلا بالزبادي، ممكن تحط بضايه. الحاجات دي كلها بروتينات عاليه جدا جدا، وبتخلي الحمام يبقى يكبر بسرعه وسمين. يبقى انت كده يعني ان انت مثلا يعني قصرت المده بتاعه الحمام ان هو يكبر بسرعه، وبتساعد الاهالي. ولا قدر الله مثلا لو حصل اي حاجه، الحمامه مثلا طارت وسابت الطيور، سابت الزغاليل بتاعتها لاي سبب كان، لا قدر الله مات الحمام مثلا، او حصل اي حاجه او عيه، انت هتعمل ايه؟ انت هتكمل عادي معاهم وهتشوف ان شاء الله خير كتير. بس انا عايزاك تتمرن من دلوقتي على انك انت
تاكل الزغاليل الصغيره. ايه الحاجات ديت اللي انا قلت لك عليها، الحاجات المطحونه. يبقى هم 3 حاجات. عايز تضيف حلبه مطحونه، يا سلام، ده حاجه كويسه جدا. فهو الابتكار في كده، ان انت تطحن الحاجات دي كلها بودر في بعضيها، وتحط شويه ميه صغيرين، او تحط مع الميه يا بضايه، يا تحط زبادي، اللهم صل على النبي، اللي تحط اللبن النيدو او اللبن المجفف عامه، وتخلطهم مع بعضيهم وتخليهم عندك وحسب الطلب. بتدي للزغاليل الصغيره اللبن، وحتى كمان ممكن تساعد كمان لحد ما يريشوا، او لحد مثلا لما يكبروا خالص، اللي هيساعدك على ان هم هيكبروا بسرعه والنمو بتاعهم هيزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.